بس صارت عندي بهذا الشكل راح اشيلها. ناخذ لنا وحده نشوفكم الداخل مالتها. شوفوا لنا الجمال. هسه هنا بالعجانه راح اضيف ملعقه كبيره خميره، ملعقه كبيره سكر، وكوب حليب دافي، ونعطيه خلطه معدله. راح انزل بكوبين طحين، بسم الله، هذا واحد وهذا الثاني، ونحرك ونعجنها عجنه معدله. واثناء ما تعجن راح اضيف بعد نص كوب طحين بالتدريج وهي تعجن، بسم الله. طبعا نسيت احط رشه ملح، ضيفوها انتم بالبدايه، انا راح اضيفها هسه. تمام. اهم شي حبايبي العجينه تكون ملسه وما تلزق. هسه راح اخليها هنا واغطيها واتركها ترتاح من 45 دقيقه الى ساعه. وهاي العجينه مالتنا بعد ما ارتاحت، بسم الله. هسه حبايبي راح نقطعها على شكل دوائر صغار بهذا الشكل. هيجي تمام. وهاي حبايبي طلعوا عندي 10 قطع، تقدرون تكبروهم وتصغروهم حسب رغبتكم. هسه باي وصله نظيفه وراح اغطيهم واخليهم يرتاحون لمده ربع ساعه. وهاي هنا بعد مرور ربع ساعه. هسه راح نوخرها على صفحه، بسم الله. هسه حبايبي رشه طحين خفيفه، نفتحها بالشيبه، بسم الله. هسه هنا عندي ماعون راح اضيف بيه شويه حليب. هيجي تمام. وماعون ثاني بسمسم. ايش راح نسوي؟ راح نشيل العجينه مالتنا وين؟ على الحليب، بسم الله. وبعدها نشيلها وين وننزل على السمسم، بسم الله. باي سكينه عندنا وراح نقصها قطعتين بهذا الشكل. هسه وين؟ عدل قبل على الطباخ. هسه الطاوه بيها شويه زيت، وبس يحمى عندي الزيت راح انزل العجينه مالتنا، بسم الله. نخليها على نار متوسطه، وبس تحمر عندنا من جوا راح نقلبها على الوجه الثاني، بسم الله. يابا بس صارت عندنا بهذا الشكل راح نشيلها. هسه راح اخذها وين؟ عدل قبل على المعون مالت الحليب، بس من وجه واحد. وين؟ عدل قبل على السمسم. هيجي اريدها. هاي اللي ما يحب هواي سمسم ممكن يخليها وجه واحد، واللي يحب السمسم زياده ممكن يسويها بالطريقه الاولى. هسه راح نقطعها. تقدرون تخلوها دائره، تقدرون تخلوها هيجي حسب رغبتكم. وعدل قبل على الطباخ. شوفوا شلون تنفخ حبايب. بس صارت عندي بهذا الشكل راح اشيلها. ناخذ لنا وحده نشوفكم الداخل مالتها. ويلي شوفوا لنا الجمال. اذا مو على العالم يابا مو قبول. مستويه وتخبل. يعني طبعا تقدرون تسويها نص دائره، تقدرون تسويها دائره كامله حسب رغبتكم حبايبي. نقول بسم الله ونبق. يا جماعه تازه تخبل. بس حبايبي راح نجربها ويا القص ونشوف الطعم شلون راح يكون. ناخذ لنا صمونه ونفتحها بهذا الشكل ونخليه شويه قص بالطماطه. اكيد لازم رشه ملح، شويه بتيتا، ونقول بسم الله. تخبل صدق على العالم. جربوها وانتظر رايكم بها. انا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. تحياتي لكم.